الهاندلنج بتاع الكاستمرز هو الصفه الاساسيه اللي بتاعت مين؟ سيلز. السيلز. مفيش حاجه بقى اسمها ايه كاستمرز اصل دول بتوع الماركتنج ودول بتوع السيلز. لا، اي حد في السيلز كده لازم يبقى عارف ان كل الكاستمرز بتوعه. هنزعل الناس مننا كده. اللي عايز يزعل يزعل بقى. الامباكت اللي هيعمل لك ديفلوبمنت ويخليك تترقى بيبقى واقع في 3 كاتيجوريز. الامباكت بتاعهم بالظبط كده 70 20 10. الكاتيجوري الاولى اللي هي 70 اسمها اكسبيرينس، والكاتيجوري الثانيه اللي هي 20% من الديفلوبمنت اسمها اكسبوجر، والكاتيجوري الثالثه اللي هي بتمثل 10% من الامباكت على الديفلوبمنت بتاعنا اسمها اديوكيشن. طيب خلينا نوضح حاجة عشان الناس ما تفهمش حضرتك غلط في الاكزامبل ده. فكرة 10% اللي هي كل ما هو الكورسات وهيندرج تحتيها طبعا الدبلومة والام بي اي. ففي ناس ممكن تسمع الكلام ده تقول ان حضرتك مش بتشجع ان الناس تدرس قبل ما تاخد التايتل، وفي ناس تانية هتهمل خالص فكرة الدراسة، فكرة ان انا اكسبيرينس، وبنشوفها كتير في السوق. هو اكسبيرينس 10 سنين 15 سنة، بس هو على لما نحطه على السكيل هو اكنه لسه اول سنة مدير، بيغلط غلطات بيزك جدا، بس هو بقاله 10 سنين مدير يعني. فده هيزقنا للسؤال التاني. دكتور احمد بيجي لنا كتير، وهتبقى نصيحه مني انا شخصيا لو حضرتك تؤيدني فيها للريكويرمنت اللي بتطلب كتير في اعلانات الجوب هايرنج، ان هو MBA is a must. فهو ليه is a must؟ يعني يعمل بيها ايه؟ وده ما يقولش ان احنا اجينست الام بي اي، احنا على بلاتفورم اسمه سيرتيفيكا بيقدم دبلومه وام بي اي، واحنا بنشجع كلنا ان الناس تدرس. وانا دايما عندي مقوله ان مفيش تعليم او مفيش دراسه بتضر، كله بيفيد، بس امتى وفين وازاي هو ده اللي مطلوب. فانا خايف بس الناس تاخد الاكزامبل بتاع حضرتك ان هو ال 10% فده مش مفيد فنهمله خالص وما نخشش بيه، او ان هو ان دكتور احمد بيقول ان الدبلومه او الام بي اي ما يعني خدوها بعد ما تترقوا، فلو ما ترقتش مش هدرس. فنوضح بس للناس المعلومه. طيب خلينا نقول ان البارت بتاع الدراسة هو جزء لا يتجزأ من الديفلوبمنت، بس انا بتكلم على الاوفرول. حضرتك عايز تعد نفسك للمستقبل، ففي تولز الام بي اي هي واحدة من التولز دي، ما ينفعش تعتمد عليها لوحدها، لازم يكون معاها حاجات تانية كتير. فهي لازم تكون حاجة في الترسانة بتاعتك اللي انت بتعدها عشان تخلي نفسك مور كيبل. فهي فيها جزء ام بي اي وسيرتيفيكيشن وتريننج، فيها جزء كوتشنج ومنتورنج، فيها جزء ليرنينج ودوينج باي اساينمنتس. العلم قال ان الحاجات دي ليها ديفرنت امباكت، بس هي كلها مع بعض لازم حضرتك تكون بتعمله. بالظبط. هتقول لي ده مش كويس وده مش كويس، اللي هيكون بيسبق ويعمل التلاتة دول مع بعض هو اللي هيسبق. اكيد. بس انما مش مهمه، لا انا ما قلتش انها مش مهمه خالص. انا بتكلم على الاوفرول ديفلوبمنت، وان انت لازم الارسنال بتاعتك يكون فيها ال70 20 10. امتى بقى تعملها؟ ده أيوة. السؤال الحلو بقى جدا جدا بالظبط جدا. كده. طيب دكتور احمد، قبل ما اخد راي حضرتك في الحته دي، انا عايز اتاكد ان هو الراي بتاع السيلز زي الماركتنج ولا مختلف. انا لما حد زميل بيجي يسالني هو عايز يخش ماركتنج، فانا بقول له الام بي اي مفيده جدا طبعا، واي دراسه مفيده، بس انت هتاخد ريل اكزامبلز وبراكتيكال اكزامبلز كتير في الام بي اي، مش هتبقى عارف تمبلمنت وانت مندوب قوي. فخد الستيب وابدا فيها. لما تبقى بدات في كارير الماركتنج از اسوشيت برودكت مانجر، اللي هي نقول فيرست ستيب في الماركتنج، عشان الاكزامبلز تبقى محفوظه في دماغك، يعني طبقتها بايديك ودرستها في الكليه وامتحنت فخلاص، فبقى انت عملت كل حاجه بايديك فاتحفظت. لكن لو خدتها وقعدت سنتين ثلاثه لسه بتراي ان انت تاخد الاسسمنت، الام بي اي نفسها باي براكتيكال اكزامبلز، يعني لقينا ناس كتير نسيت اللي درسوه يعني. والمواد اللي كتير يعني مثلا احنا بندرس فاينانس في الام بي اي، في ناس كتير بتنساها خلاص بقى. انا اشتغلت ماركتنج او اشتغلت سيلز، جزء الفاينانس والانترناشونال تريد والحاجات دي كل ده احنا اتنسى يعني. فراي حضرتك ايه؟ يعني انا دايما بحب تبقى مع البراكتس. طيب خلينا نقول ان من اسمها كده اللي هو الماستر اوف بزنس ادمنستريشن، اللي هو ماجستير اداره الاعمال، عشان تطبقها لازم يكون عندك جزء من الاثوريتي في اداره عشان تثبت في دماغك. بالظبط. وتثبت في دماغك دي هفكرك باكزامبل كده من ايام صيدله.
بتاع السكشن بتاع الاناليتيكال كيمستري فيرسس الاورجانيك كيمستري. الاناليتيكال كيمستري هي حاجه تبقى محفوره في دماغ كل واحد فينا. انا دلوقتي شوف بعد كام سنه من التخرج لو اديتك البيبات والبيوريت وقلت لك اعمل تايتريشن وغير لي اللون بتاع والانديكيتور السولوشن ده، اه هتعرف تعملها ولا لا؟ طبعا حلو؟ فاكرها جدا. ليه؟ لانك اتعلمتها نظري وطبقتها بايدك عملي، فالليفل بتاع الريتنشن بتاعها في دماغك بقى عالي جدا. على الرغم من كده بقى اجي اقول لك ناحيه الاورجانيك كيمستري احنا خدنا الاستراكشر بتاع كليندامايسين، فاكره؟ تعرف ترسمه لي دلوقتي؟ ولا اي حاجه. شكرا. ده نفس التطبيق بالظبط. فلو حضرتك اي دراسه، عشان نبقى متفقين والله يا جماعه هي مفيده، بس انا بتكلم على دراسه انت موست بروبابلي هتبقى دافع ثمنها من جيبك، تخلي الريتيرن عليها وانت مندوب هيبقى قليل زي الاورجانيك كيمستري كده وموضوع الكليندامايسين، ولا تخلي الموضوع عالي زي الاناليتيكال كيمستري، تكون اترقيت وعندك ميديم تطبق فيه، فبالتالي يكون الريتيرن اوف انفستمنت بتاعها اعلى. فلوسك والاختيار اختيارك، واعمل اللي انت شايفه صح. انما هي في كلا الحالات مفيده، بس في حاله وانت مترقي الفايده بتاعتها بتبقى اكتر وانت اللي دافع يعني. فالموضوع راجع لك. دكتور احمد، دلوقتي احنا شفنا ايه هو زميلنا السيلز ريب تبقى ايه السكيلز اللي عنده والمقومات عشان يعرف ان هو تمام، وجي سأل حضرتك واديته النصيحة قبل ما يخش الاسسمنت، دخل الاسسمنت دلوقتي، فعندنا 50% 50%، خرج ان هو نجح، الف مبروك انت بقيت ديستريكت مانجر، او خرج بفيدباك ان انت لسه عندك حاجات ناقصاك فاشتغل عليها وجرب مرة تانية في الاسسمنت. اللي خرج ونجح حضرتك هتقول له ايه؟ ايه النصيحة؟ انت اول سنة مدير بقى نعمل ايه؟ واللي دخل اسسمنت مرة واتنين وما نجحش حضرتك هتقول له ايه؟ طيب خلينا نبدأ الاول باللي دخل مرة واتنين وما نجحش عشان ده السيناريو الاسهل شوية. تمام. انت لما تيجي تاخد الفيدباك بتاع الاسسمنت بيطلع لك بشكل من اتنين. الشكل الاولاني ان حضرتك مش نافع. فمش نافع دي very simply ليه؟ السيت اوف سكيلز بتاعتك لا تتناسب مع الجوب ريكوايرمنتس اللي موجوده، فلو سمحت ما تقعدش تتعب قلبك كتير وتحس بنظريه المؤامره. غير الكارير اسبيريشن ده وروح شوف حاجه تناسب السيت اوف سكيلز بتاعتك عشان تعرف تكبر في الشغلانه. تمام. ما تتعبش نفسك كتير. طيب السيناريو التاني ان انت يكون طالع لك بديفلوبمنت بلان، irrespective بقى الديفلوبمنت بلان دي انت شايفها واقعيه او مش واقعيه. نرجع الموضوع لاصله. هي الشغلانه ليها سيت اوف سكيلز وحضرتك عندك كيبابيليتيز معينه. كل اللي مطلوب منك في الفيدباك اللي انت هتاخده ده ان انت تحاول تقرب الصوره ما بين السكيلز اللي عندك واللي طالباه الشغلانه عشان لما تخش المره الجايه تبقى احسن. والفيدباك بعيدا عن ان انت شايفه ان هو فيدباك اعتباطي او انت مش مصدقه او كده، طبعا لو انت مش مصدقه دي حاجه تخصك، بس في حاجه تانية ممكن تعملها، ان انت تروح تتكلم مع الناس اللي كانوا موجودين الاسسورز عشان بس تحاول تقفل الجاب وتفهم. انما لو سبت نفسك ان انت مش فاهم دي هتبقى غلطتك ولا تلومن الا نفسك. هتخش في دايلمة ان هم ظلموني والقصه اللي بنسمعها كتير. خد بقى الاتيتيود ده بتاع نظريه المؤامره، وهم اصلا كانوا عايزين يرقوا صلاح وانا مش عارف مين وانا مظلوم. مش هنخلص. طب دكتور سؤال في الحته دي، حضرتك بتحب تدي الفيدباك نفسك ولا من خلال مثلا الاتش ار؟ هو عادة الستاندرد بروسيدير ان الفيدباك بيروح عن طريق الاتش ار. هو بيختلف من شركة لشركة، لكن كلنا كاسسورز مفيش اي حاجة تمنعنا لما انديفيديوال خلص الاسسمنت ان هو يجي لي ويطلب الفيدباك، لان اصلا الفيدباك بتاع الاسسمنت انا ببقى مسجله في شيت، ده حاجة باي بوك يعني. فبالتالي انا ممكن اديهوله ويبقى الموضوع واضح وصريح، لو هو ما فهمهوش افهمه له. فانا بقى دو بوث يعني. بس الطريقه الستاندرد في الشركات اللي انا اشتغلت فيها ان الفيدباك بيجي ثرو الاتش ار، انما لو الكانديديت عايز يسال مفيش اي حاجه بتمنعه ان احنا بنريفير للفيدباك شيت دوت وبقول له كل الكلام اللي هو عايز يسمعه. طيب انا بس حضرتك ليه السؤال ده؟ لان حضرتك عندك من الخبره الكتير، واحنا شفنا الكلام ده مع يعني ناس اكبر مننا سنا، هم غيروا المايند سيت بتاع شخص كانديديت من ان هو مثلا داخل عايز يبقى ديستريكت مانجر،
خلوه مثلا اس اف اي، لان هم شافوا فيه كابابيلتيز في الحته دي، وبقى من انجح الناس في الاس اف اي دلوقتي. فهم عملوا شيفت الكارير تماما، ما كانش في دماغه، وكان هيفضل مره ورا التانيه مصر ان هو يبقى ديستريكت مانجر، حتى لو كان عنده بعض الكابابيلتيز انه يبقى ديستريكت مانجر، بس هو كان احسن في الحته دي، فهو باي هيز اون اكسبيرينس نقله. فعشان كده بسأل حضرتك دايما، انت لو شفت كيس زي كده في اسسمنت، بتنصح الشخص اللي هو دي مش شغلانتك يا ابني، شوف شغلانه تانية ولتكن كذا، نيمت الشغلانه؟ لا، ده بارت من الامانه بتاعتي في الشغلانه. انا لازم فيري سيمبلي لو شفت حد عنده كده لازم انصحه. طيب خليني اقول لك ان النصيحه دي ان انت تقول لحد غير وروح حاجه تانية، بالمناسبه دي نصيحه كويسه لسببين اساسيين. السبب الاولاني ان الدايفرسيفيكيشن بتاع ان انت تشتغل حاجات مختلفه ده هيديك سكوب اوسع على اللونج تيرم لفهم الشغلانه اكتر. والسبب التاني هو مجموعه من السكيلز فيرسس مجموعه من الكيبابيليتيز اللي عايزاها الشغلانه. فحضرتك لو هتفيد هنا عشان تفيد الشركه اكتر، فهو دوت الديسيجن الصح. بعيدا عن انا اسف، هو حضرتك انت عايز ايه او مش عايز ايه، ما نيل المطالب بالتمني. مش حضرتك عايز تبقى ديستريكت مانجر فاحنا هنحقق لك رغباتك. هي القصه كلها انت مناسب، هتفيد، هتعرف تعملها ولا لا، مش هتعرف تعملها في حته تانية ولا لا، مش هتعرف تعملها خالص، يبقى خليك قاعد مكانك. شوف بقى الثلاث اختيارات قدامك وشوف انت عايز تعمل فيهم ايه. تمام. طيب الستوري التاني، دخل ونجح وهيبقى ديستريكت مانجر ان شاء الله كويس، حضرتك هتنصحه بايه في اول سنه مدير؟ طيب في اول سنه مدير هرجعك تاني للحته ان انت لازم تبص على 3 حاجات، تبص من 3 زوايا. سيلف، زاويتك انت سيلف، لازم تتعلم كويس السيتويشنال ليدرشيب. انت دلوقتي بقيت مدير، المواقف المختلفه في الارتكل بتاعت السيتويشنال ليدرشيب دي لازم تبقى عارف بري امتيفلي مسبقا هتعرف تتصرف معاها ازاي، فلازم تبقى قاري. وهي دي موستلي السيتويشنز اللي انت هتواجهها. نمره 2 الكوتشنج سكيلز بتاعتك قبل ما تنزل وتعمل كوتشنج. الكوتشنج ده علم، طب لازم تبقى متعلمه ومحضر نفسك، بس من ناحيه السيلف تبقى محضر نفسك لايه؟ حاجتين. الحاجه الاولى ان انت تسمع كويس، الحاجه الثانيه ان انت تسال اسئله كويسه، عشان في علم الكوتشنج الناس المفروض هي اللي تتكلم وهي اللي تعمل السولوشنز. ما تجيش بقى حضرتك انت من مفهوميتك وشطارتك تقول لهم اعملوا كذا، لان فيري سيمبلي هو بيبقى مسؤول اكتر عن تنفيذ سيتويشن لما يبقى الحل طالع منه rather than لما يبقى طالع منك انت كمدير. تمام. الجزء الثالث افتح صدرك كده بقى، مش خلاص بقيت انا المدير وبتاع، انت لسه كنت بتشيل الشنطه امبارح. فافتح صدرك كده ووسع صدرك علشان تبقى مستعد ان انت تريسيف فيدباك، يا اما من زمايلك قدام كانوا بيشتغلوا في الشغلانه دي كويس فتسمع لهم، او من التيمك اللي موجود لحاجات انت ممكن تكون بتعملها غلط في الاول عشان تصلحها. ما تقعدش تزيد التيم بله ان انت تكون بتعمل حاجه غلط ومن شب على شيء شاب عليه، وتلاقي نفسك في الاخر بعد كده الشاسيه بتاعك معوج قدام. البارت التاني اللي ريليتد لاعمل ايه مع التيم، اهتم بيهم كبني ادمين واشخاص، لان زي ما بتبني علاقات مع الدكاتره، تيمك هم اولى ناس تبني معاهم علاقات وتتعامل معاهم كبني ادمين الاول، عشان يطلعوا لك بارت ريليتد للشغل والكي بي ايز اللي انت بتتكلم عليها. اعرفهم كبني ادمين، الانترست بتاعتهم ايه، الجولز بتاعتهم ايه، الموتيفيشن بتاعتهم ايه، عشان تعرف تشغلهم كبني ادمين. البارت الثالث تشوف ايه السيت اوف سكيلز اللي موجوده عندك في التيم وايه اللي ناقصك، واللي ناقصك تروح تجيبه بسرعه علشان تزود الاوفرول كابابيلتي بتاع التيم بتاعك، لان هم دول اللي هيعملوا لك السكسس. بعد كده الجزء بقى اللي يجي بعد كده الحته، اعمل بلان حتى لو كانت بلان افريج، واهتم بالاكسكيوشن بتاعها عشان هو دوت اللي هيعمل لك ريتيرن على الانفستمنت. استعد دايما ان انت تشمر ايدك وتنزل مع الناس بتوعك في حته هاندلنج الكاستمرز، بلاش بقى الداء بتاع ايه انا المدير وهم بيعملوا دول. فده مور ليس لو يعني لخصتهم على السيلف وتيم والبيزنس والكاستمر انجيجمنت. يعني دكتور معوض، القعده معاك ما بيشبعش منها والاسئله كتير، بس خلينا بقى يعني نختم باخر سؤال، وانا حاسس ان ده ممكن يعني نعمل فيه حلقه لوحده هو التاني. دلوقتي انا بقيت مدير ومعايا التيم بتاعي، قبل كده بيوم كنت في الفيلد وبزور مستشفياتي ودكاترتي، ما بروحش المكتب العلمي كتير زي ما بيقولوا. دلوقتي دخلت المكتب العلمي
ليا ايام فيه بتعامل مع فانكشنز تانية. الفانكشن الاشهر السيلز والماركتينج والكومبيتيشن والخناقه اللي انا بشوف دايما ان هي مصطنعه وبيزودوا النار حطب عشان يبقى في خناقه، واظن هي في الطبيعي المفروض ما يبقاش في خناقه. فانا اول سنه مدير ودخلت حضرتك مانج از بزنس يونت سيلز اند ماركتنج كتير وكانوا معاك الاثنين، اكيد يا شفت توافق يا اكيد شفت خناقات، عدى ده وعدى ده. راي حضرتك في الخناقه دي ايه؟ هل هم لازم يتخانقوا؟ وهل كل واحد ليه شغلانه المفروض التاني يعرفها وما يتعداش عليها، ولا هم الاثنين المفروض يهارمونايز مع بعض وبيعملوا كل واحد فيهم يقدر يعمل شغلانه التاني؟ طب خلينا نقول ان منذ بدء الخليقه وهي الخناقه دي موجوده م. وهتفضل موجوده. م. والخناقه دي كانت واحد من الاسباب الاساسيه اللي غيرت في الموديل اللي كانت بتدار بيه الشغلانه. يعني كان زمان، افتكر ايام زمان كان في شغلانه اسمها سيلز دايركتور وكان في شغلانه اسمها ماركتنج دايركتور. كانوا بيقعدوا يتخانقوا مع بعض لان في واحد زمان طلع مقوله هي للاسف بوظت اجيال. المقوله دي اللي اسمها ايه؟ ان السيلز هو العضلات والماركتنج هو المخ. دي طبعا يعني حطتنا احنا الاثنين في كده في بادئ ذي بدء. هو ستيريوتايبنج ابن لذينه بيخلي الاثنين فانكشنز مش طايقين بعض. فيمكن عشان كده هتلاقي الاستراكشر في معظم الاورجنايزيشن اتغير وبقى يحطوهم تحت مدير واحد في الاستراكشر بتاع البيزنس يونت عشان تحاول على قد ما تقدر تقلل الفريكشن اللي ما بين الناس دول. انما هو الفريكشن موجود، توم اند جيري يعني هيفضل موجود. اهم حاجه بس ان احنا كل واحد فينا يبقى عارف معلومتين اساسيتين. المعلومه الاولى ان محدش بينجح لوحده، يا هنعملها مع بعض كتيم سيلز وماركتنج ومعانا بقيه الكروس فانكشنال تيم، يا اما مش هنعملها خالص. نمره 2 وهو ريليتد بالرولز والريسبونسبيلتيز بقى بتاعت كل واحد فينا، هو المفروض يعمل ايه. لان في حتت السيلز بيبقى شايف الاحقيه ان هو اللي بيعمل كل حاجه على الارض وهو متبهدل، والماركتنج بيبقى شايف ان هو اللي معاه البادجت وهو اللي المفروض يصرف على الكي اوبينيون ليدرز او الكي اكسترنال اكسبرتس. فعدم وضوح الرولز والريسبونسبيلتيز بتاعت كل رول فيهم هو دوت اللي بيخلي المشاكل تنشأ. طب فعشان نوضح الموضوع ده ونريزولف الخناقه، تعالى نوضح الفرق ما بين الرولز والريسبونسبيلتيز في 4 حاجات اساسيه. اول واحده فيهم هو السكوب اوف وورك، اللي هو كل واحد فينا المفروض يعمل ايه. فانا كراجل سيلز مانجر انا مسؤول عن السيلز والريفينيو جروث، لكن البرودكت مانجر دوت مسؤول عن الاستراتيجي والبرودكت ديفلوبمنت. طب هو دول ايه؟ هتبص عليهم هتلاقيهم كومبلمنتري لبعض. ما هو ده لو ما عملش سيلز ما فيش برودكت ديفلوبمنت ما فيش استراتيجي، ولو ما فيش استراتيجي ما فيش سيلز جروث. مع كامل احترامي حضرتك ما هتنزل تبيع في ايه وانت ما عندكش كومبيتيتيف ادفانتج واستراتيجي موضوعه وايه تشانلز والحاجات دي كلها هتجيبها منين؟ فهو بالتالي ده دور كومبلمنتري في حته السكوب اوف ورك، كل واحد فيهم لازم يعمله مع التاني. طيب الجزء الثاني هو نوع الانتر اكشن. السيلز مانجر اغلبيه الانتر اكشن بتاعته مع السيلز تيم ومع الكاستمرز، اما الانتر اكشن بتاع الماركتنج اغلبيته ما بين الكروس فانكشنال تيمز الثانيه عشان يحضر استراتيجي ويحضر الانبوتس كلها اللي هيستخدمها الراجل بتاع السيلز، وفي نفس الوقت عنده بارت من الهاندلنج بتاع الكاستمرز. لكن الهاندلنج بتاع الكاستمرز هو الصفه الاساسيه اللي بتاعت مين؟ السيلز. مفيش حاجه بقى اسمها ايه كاستمرز اصل دول بتوع الماركتنج ودول بتوع السيلز. لا، اي حد في السيلز كده لازم يبقى عارف ان كل الكاستمرز بتوعه الناس بتوع الماركتنج هيشاركوه في بعض الكاستمرز اللي هو انا محتاج اخد فيهم انبوت عشان الاستراتيجي وهكذا. انما السيلز والمسؤوليه العظمى بتاعه الكاستمرز هي على مين؟ على السيلز مانجر. على السيلز مانجر. يعني كل الكاستمرز بس احنا بتوعك هنزعل الناس مننا كده. اللي عايز يزعل يزعل وانا عارف ان احنا هنزعل. في السوق ترند دلوقتي يمكن حضرتك بتلاحظه، احنا بنقسم الكاستمرز بين 3 اشخاص. في كاستمرز بتوع السيلز ودول الاغلبيه العظمى وكتير، وفي كاستمرز بتوع الماركتنج اللي بتاع السيلز بيقول ان دول كده كده بيكتبوش، اللي غلط بيسميهم KOLs اللي هم بيكتبوش او كتاباتهم قليله او عايزين اكسبنسز كتير مش في البادجت بتاعتي.
وفي كاستمرز اللي هم بتوع الميديكال ديبارتمنت MSL بقى، اللي هم الناس بتوع العلم والعلماء اللي احنا مش عايزينهم يعني. فانا اجينست هذه المقوله، بس انا حبيت برضو ايه نتكلم بصراحه طالما احنا قاعدين مع بعض يعني. فانا معاك ان الكاستمرز كلهم بتوع السيلز عشان نطلع منهم روجيتات، بس هو في كاستمرز بيجي يشيلهم من الليسته عشان دول مش مهمين بالنسبه. لما بدات انفستيجيت واسالهم كده مش مهم بالنسبه لك ليه، قال لي عشان ده KOL راجل ما بيكتبش. فان هو يقع من لستة شركه، لان انا بعتبر ان السيلز مانجر هو لستة الشركه، فان انت لما تشيله ده غلط. فبدات بعض الشركات ان يبقى دي لستة البرودكت مانجر، وفي دكتور اللي هو ادفوكيت وعنده العلم وراجل بتاع معرفه بس عيادته ما عادش فيها عيانين، فالسيلز مانجر برضو شايله مش حاطه في الليسته، بس هو كان رئيس جمعيه اسبق او كان حاجه، فبقى هو ده المرجع بتاع الميديكال، ينزل يساله على ترايلز او حاجه او يوري له بروشور او حاجه بياخد رايه فيها. فانت مع هذه التقسيمه اللي هي على فكره هي واقع بقى موجود على الارض، بس احنا يعني انا شخصيا بحاول افايت ان هو ما يبقاش موجود لان مفيش حاجه اسمها كده. فانت قول لي رايك ايه. بص، التقسيمه دي هتبقى سليمه لو انت بتفكر على فيري شورت تيرم ان احنا عايزين نجيب البيزنس دلوقتي، انما هنفترض ان انت راجل ديستريكت مانجر وعندك طموحات عايز تترقى. هتترقى من المنطقه بتاعتك دي، هتبقى ماسك الناشونال. طب تعمل ايه بقى ساعتها في KOLs اللي ما بيكتبوش او الناس اللي هم بتوع الميديكال والماركتنج دول؟ هتعمل فيهم ايه؟ المفروض ان انا ابدا ابني ريليشن معاهم تاني، بس لو التقسيمه دي كده هيقول لك ما هم كده كده كاستمرز بتوع الشركه وموجودين، بس الماركتنج اللي بيمانج او الميديكال اللي بيمانج. الكاستمرز بتوعنا بس كده. بتوعنا لو كل واحد اخد الحته بتاعته خلاص ده كده هيبقى من كل فيلم اغنيه والموضوع مهلهل. لو احنا ما اتفقناش، ده ديل في اول اتفاق ان الكاستمرز بتوعنا، خلاص احنا كده رايحين في سكه غلط. هي يا دكتور هو يعرفها تاني امتى؟ انا مع حضرتك 100%، لان في الاخر الكاستمر اذكى من اي حد. هو بيتعامل مع صلاح كماركتنج ومعوض ما جالوش، فشويه كده معوض اترقى وبقى معاه، فهيبقى بيتعامل مع صلاح كماركتنج تمام، فهو بيتعامل مع الشركه وهيتعامل مع معوض كسيلز تمام، بس هما الاثنين ما يعرفوش عن بعض ان هما الاثنين بيتعاملوا مع نفس الشخص. ففي بتحصل اكتيفيتيز مع الشخص ده وبتحصل اكتيفيتيز مع الشخص ده، والشركه في الاخر بتعمل مجهود مضاعف على نفس الكاستمر او على نفس الاوبجيكتيف. ده اللي بيحصل على الارض. فانا 100% مع حضرتك انه يبقى في الاينمنت من الاول، والكاستمرز كلهم هي كاستمر ليست مسؤوليه السيلز مانجر، كله بيسيرف على الكاستمر ليست دي. خلينا نبقى برضو متفقين على حاجه مهمه، ان هي الكاستمر ليست هي بتاعتنا، والسيلز مانجر مسؤول عن كل الدكاتره الميديكال فيهم اللي انت صنفته او الماركتنج او وات ايفر، هم دول كلهم دكاترتك. يس حلو. يس اي اجري. الحاجه الثانيه هي الايشو اللي احنا بنحدده على بنظره بسكوب قليل قوي بتاع الريتيرن اون انفستمنت. لا انا باخد بادجت قد كده والناس دول بتصرف فلوس كتير، فانا زي ما قلت لك بص ودايما وفكر بياند منطقتك. حضرتك اللي جابك ديستريكت مانجر اصلا وفرقك كمندوبين ان انت كان عندك شويه من الاستراتيجيك ثينكينج، ان انت تعرف تدير حاجه اكتر من منطقه صغيره. ليه عايز توقف نفسك دلوقتي بفكر قديم ان انا هبص في التريتوري بتاعتي بس ومش هبص في الحته الاكتر في الناشونال؟ لا تلومن الا نفسك لو عملت كده، ده فكر خاطئ. الدكاتره كلهم بتوعك، انت اللي مسؤول عنه. فول ستوب يعني، ما خلاص. بالظبط كده. دكتور احمد، يعني استمتعنا جدا النهارده بلقاء حضرتك. لو حابب في نهايه الحلقه تلخص للشخص اللي هيشتغل سيلز، تقول له ايه ملخص الحلقه؟ والله يعني طبعا هو التلخيص في حاجه زي كده صح. انا قاعد بتكلم بقالي دلوقتي هو قرب الساعه، بس لو هلخص الموضوع هقول ان الناس في الشغلانه دي 3 انواع. في منهم واحد بيحقق التارجت ودوت اللي اسمه essential contributor، هو راجل مهم جدا بالنسبه للشركه، لكن هو جاي يعمل الحاجه الاساسيه اللي مطلوبه من الناس. حضرتك لو مش بتحقق التارجت موست بروبلي انت مش بتعمل المطلوب منك الشغلانه، او مش بتميت الكي بي ايز بتاعت الشغلانه، فانت موست بروبلي مش هتبقى معانا.
في منهم النوع التاني اللي هو بيحقق التارجت وعنده كاباسيتي زيادة ان هو يعمل حاجة غير تحقيق التارجت، يقدر يمانج تيم، ولو مانجهم يطلع منهم حاجة احسن وكده. عنده كاباسيتي او القماشة بتاعته تقدر تجو بيوند حتة تحقيق التارجت، وهو دوت اول نوع بيترقى، ان هو اكوردنج للكابابيلتي بتاعته ايه. هو عنده كابابيلتي او سيت اوف سكيلز معينه وفي جوب ريكويرمنتس، ده بيماتش سيت اوف سكيلز معينه، ده يقدر يترقى وياخد خطوه في كاريره. وفي منه النوع الثالث اللي هو عنده قماشه بقى واسعه جدا وفضفاضه، عنده سيت اوف سكيلز كتيره وعنده ليرنينج ابيليتي عظيمه، هو دوت اللي بيعمل مور اور ليس السكسس الاعلى في الكارير، لان عنده قماشه تسمح، عنده ابيليتي تو ليرن. وزي ما بنقول العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. لو حضرتك عندك ابيليتي تو ليرن، السقف بتاعك هو السما. فبالتالي موضوع تحقيق التارجت ده هو حاجه بيزك، ما تقعدش تفكر فيها ان انت عشان بتحقق التارجت هتترقى. لو ده اللي انت بتدور عليه، انا بقول لك اسف، مش هو ده اللي هيحصل. you need to show muscles، سواء كانت في job capability versus السكيلز اللي عندك، او diversified capability في شغلانات تانية مختلفة، وهو دوت اللي هيخلي السقف بتاعك السما. وربنا يوفقكم كلكم يعني. وانا بالمناسبة يعني موجود على لينكد ان، لو حد حابب يريفير ليا عن اي سؤال او عن طريقك، انا I am fine I'm ready to help يعني. ميرسي يا دكتور احمد، وميرسي لوقتك، وعارفين ان احنا عطلناك كتير يعني. نتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا معانا بالحلقه، واكيد هيبقى في حلقات تانية لكاريرز تانية في الفارماسيوتيكال اندستري، لان الموضوع زي ما الدكتور احمد قال هي في كروس فانكشنز كتير جدا. الموضوع بقى سيلز وماركتنج زي ما احنا طلعنا زمان، الموضوع بقى فيه جوبز كتير جدا. ان شاء الله هيكون معانا ايميننت فيجرز يتكلموا عن كل الفانكشنز اللي موجوده. شكرا ليكم ونشوفكم قريبا ان شاء الله.